منذ اللحظة إلى خطاب جلالة الملك الموجه إلى شعبه الوفي، وأريد في البداية أن أعبر عن سعادتي وعن ارتياحي وعن تقديري واحترامي، إنه خطاب سيسجل في تاريخ المغرب بأحرف ذهبية. بطبيعة الحال أريد أن أذكر عندما تربع جلالة الملك على العرش بدأ في الوقت نفسه في الإصلاحات المؤسساتية، مثل مفهوم السلطة الجديد، مثل الإنصاف والمصالحة، مثل تقوية مجلس استشاري حقوق الإنسان، مثل تجريم التعذيب، إذن مؤسساتية، ثم ورش كبير اقتصادي وعدالة اجتماعية تمس جميع شرائح المجتمع، وخاصة ذوي الدخل المحدود أو ذوي الهشاشة. اليوم يتوج جلالة الملك هذا المسار بإصلاح سياسي مؤسساتي اقتصادي كذلك، نظرا لاعتبار الجهوية المتقدمة. إذا تتويج هو تتويج، ويمكن أن نقول إن شاء الله بعد ما سينفذ الإصلاح الدستوري يمكن أن نفتخر وأن الشعب المغربي وأن المغرب سيكون في قدوة بالنسبة للعالم الثالث، وكذلك بالنسبة لبعض الدول الديمقراطية الأوروبية، لأنه في بعض الاقتراحات في خطاب جلالة الملك ليست موجودة في دساتير الدول الأوروبية الديمقراطية.